فقد تم الإعلان عن أسماء الفنانين العرب المرشحين لنيل جائزة الميوزك أوورد أو جوائز الموسيقى العالمية عن 9 فئات، وضمت القائمة عددا كبيرا من المطربين من مختلف أنحاء العالم. سيقوم جمهور هؤلاء المطربين بالتصويت لهم عن طريق الموقع الرسمي للجائزة، وتعلن لاحقا القائمة القصيرة للمرشحين النهائيين عن فئات الجائزة قبل فترة من موعد الحافل الذي لم يحدد بعد. للمرة الثانية يتم ترشيح المطربين العرب للحصول على أكثر من جائزة ضمن فئاتها المختلفة. جائزة أفضل أغنية في العالم العربي في العالم رشحت لها الفنانة سميرة سعيد عن أغنية ما زال. أما جائزة أفضل ألبوم من العالم ينافس عليه كل من عمرو دياب بألبوم الليلة وكارول سماحة عن ألبوم إحساس. أفضل فيديو كليب في العالم يظهر الهضبة عمرو دياب وحيدا في هذه الجائزة ومرشح لنيلها عن كليب الليلة أيضا. أفضل مطربة في العالم رشحت لها كل من سميرة سعيد، نانسي عجرم، شيرين، أصالة، إليسا، كارول سماحة، هيفا وهبي، مريم فارس، مايا دياب ويارا. بقية جوائز: جائزة أفضل مطرب في العالم، أفضل فريق غنائي لا يوجد فيها أي فريق عربي مرشح، أفضل أداء حي، أفضل مطرب موسيقي راقص في العالم، وأخيرا أفضل فنان ترفيهي في العالم. وأيضا تتكرر الأسماء التي ذكرناها للفنانين في هذه الجوائز.